تعالوا لنعمل اليوم مع بعض الفرابتشينو كيك. نخفق البيض مع الفانيلا ومنضيف عليهم السكر ومنخفقهم لحتى يصير القوام كريمي ويتضاعف حجمه، والمكونات كلها بتكون بحرارة المطبخ. منضيف عليهم الزيت ومنخفق. منضيف الطحين المنخول مع المكونات الجافة بالتناوب والتدريج مع الحليب المدوب فيه نسكافيه، وبهالحالة مننزل سرعة الخفق أو منستبدل بالسباتشولا، وعلى قالب مدهون بالزبدة ومرشوش بالطحين، وعلى فرن محمي على 180 على الرف الوسط لمدة ساعة. صلصة الكراميل اللي عملناها هون حكتب تفاصيلها تحت البوست. منخفقها لحتى تصير عندي كريمة بهالشكل هذا. بشيلها على البراد لتبرد على الآخر، وبس طلعت جاتويتنا من الفرن بنسقبها لاستقبال التشريبة اللي هي كاسة ونص حليب، معلقة نسكافيه، ومعلقتين صلصة الكراميل. منزين ومنغنج بصلصة الكراميل اللي خفقناها والكراميل والكريمة والزينة والغنج والدلع على كيفكم وعلى ذوقكم. وإجا وقت هلأ التيست تايم. الكيكة خطيرة، هشة جوسي كتير. شوفولي شلال هالصوص ما أجمله. لما بتجتمع النكهات النسكافيه مع الكراميل، نكهات خريفية بتطير العقل. جربوها كتير رح تعجبكم، وصحة وهنا على قلوبكم وبس والله.